كل أم بيت عراقية عندها طريقة بتسواية البرياني، وأني هذه طريقتي اللي أبد أبد ما تفشلني. قررت أسوي برياني باللحم، فجبت هذا اللحم الزين وحطيته بجدر الضغط. أول شي بلشت إنه أحمس بيه. أتصور حفظناها هذه الخطوة. لازم أول شي نحمس نحمس نحمس، وبعدين نحط له التوابل اللي نريد نحطها، ونحط المي ونسد الجدر الضغط ونعوفه يستوي براحته. وهاي شوية بوتيتا همتين قطعتها وحطيت لها زيت وشوية ملح ودخلتها على القلاية الهوائية، وجبت كم بصلاية وقطعتها بس مو كلش ناعم، وحمستها حمسة زينة، وتركتها همتين على صفحة. بنفس الزيت حمست بيها اللوز، لأنه اللوز كلش ضروري بالبرياني العراقي. وبعدين لحقته بشوية كشمش، وإيه إحنا نحب الكشمش لذلك نحطه هواية. حمستها زين وبعدين شلتها حطيتها على صفحة. آخر شي بالنهاية نحطها. بعدين بنفس الطاوة هماتين جبت الشعرية، ونحط كمية شعرية زينة لأن نكهة الشعرية كلش طيبة تصير بالبرياني. وهماتين نحمسها زين، وبعد ما توصل لهذا اللون نجيب من مي اللحم ونحطها فوقاها ونخليها تستوي. نحطها على صفحة بعد ما تستوي، ونجي هسه نسوي اللحم. بعد ما استوى ونسلق اللحم كل زين، أخذت اللحم بس وبلشت أحمسه. حمسته حمسة زينة على مود شنو نعزز النكهات. بعد ما حمسته رشيت له شوية بهارات، ما نكثر على اللحم لأنه اللحم نريده يبقى محتفظ بالنكهة مالته. وبعدها همتين حطيت عليه شوية مي اللحم على مود شنو تتجانس كل النكهات ويا مي اللحم ويبقى طري. وبعد ما يخلص تسوية اللحم نحطها على صفحة ونبلش نجهز باقي الشغلات. عندنا هنا البصل جهز، والبوتيتا جهزت، والشعرية جهزت، واللحم جهز. بقى بس عندي التمن. التمن مثل ما تشوفون أنا استعمل جهاز التمن لطبخ التمن. حطيت قلاصين تمن، وحطيت البهارات اللي هي نوع بصرة وبهارات برياني وشوية بهارات كبسة. وطبعا جبت مي اللحم اللي سلقته وحطيناه فوق التمن ويا رشة الملح، وسديت الجهاز وعفته براحته ينطبخ. راح تقولي رسل زين وين الجزر وين البازالية؟ على كيفكم وياي، على كيفكم. اجاني طلب مباشر من ابونا قال لي لا اريد بازاليا ولا اريد جزر، واني مرة تسمع كلام رجلها فمشوا لي اياها هذه. قررت احضر وياها الدقوس السعودي، فحطيت الطماطة والليمون والفلفل والثوم والمعدنوس بست البيت، وياها شوية شطة. خلطتها خلطة محترمة إلى أن صارت بهالشكل، وهو هذا الدقوس المضبوط كلش طيب يطلع ويا البرياني ويا الكبسة. وهاي همتين على طلب أبونا، قال لي أريد دقوس ويا البرياني، يعني جزء من العراق وجزء من السعودية. طبعا البرياني تقدرون تخلطوه كله سوا من هو بالجدر، بس هالمرة أنا حبيت إنه أحطه هيجي شي فوق شي. فحطيت التمن وفوقها الشعرية وفوقها البصل والبوتيتا. أدري ناقصها البازاليا والجزر بس مثل ما قلت لكم مشوا لي إياها. وحطيت فوقها اللحم طلع نكهته كلش طيبة. وبعدين حطيت عليه البيض المسلوق المحموس. البيض شيء أساسي أساسي بالبرياني. وهاي صار الطبق عندنا جاهز. صدقوني طلع طعمه خرافي. يلا قولوا لي عاشت إيدي رسل، وقولوا لي شنو طريقتكم بالبرياني.